السلام عليكم الأخوات والأخوان الميمات، كي دايرين بخير مزيان كي غاديين مع سيدنا رمضان. جيت معكم طريقة كنترك معكم طريقة الحريرة، طريقة الأخت ديالي كتوجد في مرة وكتجي حريرة رائعة صراحة. بالنسبة للمكونات بساط وصراحة كتجي رائعة. هنا راه كنحتاجو هنا الربيع، عندي الربيع هنا وعندي الكرفس، عندي هنا واحد البصلة صغيرة مطيشة على حساب اللي كيبغي حامضة واللي كيبغي شوية ديال العدس الحمص، على حساب كاين الحمص وكاين العدس على حساب الكمية اللي عندك. وهنا واحد شوية ديال القطع ديال اللحم. هنا كما كنقول لكم راه كاين الربيع وكاين الكرفس. انا خليت معكم هكا الربيع باش نشوف الطريقة اللي كدير في مرة كيوجد ما كتقطعش القطعة ديال اللحم. شوية ديال الزيت، بالنسبة للعطرية كنحتاجو هنا سكنجبير، الملحة، الخرقوم، الابزار، قزبر الحبوب مطحون، شوية ديال السودانية والتحميرة. صراحة ما كنديرو لا كنوضة ولا مطيشة د الحك، كتجي رائعة. واحد شوية ديال السمن حطيتو حتى الاخر عاد حطيتو. وانتم ان شاء الله تبعوا الطريقة والمقادير هكا حتى كتوجد في مرة دغيا وكتجي رائعة. كلشي كتقطع ديك البصلة في الخلاط في المولينيكس والمطيشة. بالنسبة للربيع والكرفس راه كتقطع واحد شوية دابا كطحنهم في الكاس ديال المولينيكس، وشوية كتخليه حتى الاخر، لا من الربيع لا من الكرفس. راه فيديو واضح والطريقة مفصلة صراحة. بالنسبة للعشاق ديال الحريرة وكتجي رائعة صراحة. بالنسبة للحمص هي راه ديجا عندها ديجا طيباتو، ما كتلوحو حتى الاخر عاد كتحطو. انا كدير ليه واحد شوية ديال الماء باش طحنو. هو بعد ما طحنو راه كاين هنا البصل، الربيع، المطيشة والماء، طحناتو مزيان هكا في الكاس ديال المولينيكس ولا في الهاشوار. نديرو الزيت الرومية دابا تنخر، وندير واحد شوية ديال البلدية. بالنسبة للسمنة راه كنخلي حتى هو حتى الاخر. بالنسبة للعطرية راه كنديروها كاملة. غتطلع ديك القطع ديال اللحم هي راه كتسد عليهم شويه، ماشي كتقليهم، كتسد عليهم. ملي تسد عليهم هكا واحد جوج واحد 3 دقائق هكا ولا 4 كتحل عليه حسب على حساب اللحم. ماشي عطيتيه باللحم واحد شويه. ما يطيب هكا اللحم ماشي 3 دقائق حتى 10 دقائق هكا، ولا تكون النار شويه ما مجهداش، حيت عندنا كوكوط صغيره شويه غادي نديروها في الطنجره هكا. غادي نحيد داكشي اللي شحرات في الكوكوط وصافي. غتزيد الماء الكميه اللي غادي يكفيها. كما قلت لكم الا كان الحمص باقي ما طايبش راه كديريه في الكوكوط باش يتصفى. وهنا راه عندنا الماء طايب وهي تيجي كطيب هكا الحمص كتوجدو صافي كتحطو في الفريغو. ملي كتبغي هكا راه كتجبد الكميه اللي غادي تحتاج ديال ديروا الحريره وكما راه كيوجد كما قلت لكم. هنا راه درت الماء اللي غادي يكفيها وغادي تهز هنا الدقيق. دابا هنا راه عندها الفرص الدقيق الابيض وغتخلطو ولا على حساب. كما كنقول لكم بالنسبه للدقيق على حساب الكميه ديال الحريره اللي غتوجدي. بالنسبه لطريقه الخلاط في مره ما يخليش هكا يتكون ولا ديريه في القرعه وتحركيه. هنا كتزيد واحد جوج المعالق ولا 3 ديال المطيشات اللي صايبات في الدار. ايوا هاد المطيشه ديال الحك كدير المطيشه هي في الدار. الا جربتي الحريره ما عمرك هكا تعكزي عليه حيت في مره كتوجد. هو بعد ما غلى داك الماء راه كنديرو العدس هكا مرقد بالماء. خداتو في خما طبت ديك القطع ديال اللحم والمطيشه والبصله وداكشي. عاد صفاتو راه غسلاتو هكا راه
الفيديو صراحة راه موضح بلا قاع ما نهضر، هو موضح هانتوما كتشوفوا. الحريرة ضرورية في رمضان وفي البرد، راه كيجي زوين صراحة وضروري بالنسبة للطهي على حساب الكمية كما قلت لكم. انا شوية طنجرة شوية كبيرة، غندير هي الكمية اللي غيكفيها ديال الطحين. هو بعد ما غلى شويه راه كتزيد ليه الحمص كما قلت لكم، راه الحمص ديجا عندها هي طايب. كترقد كميه كبيره هكا وكتسد ليه في الكوكوط وكتخليه في الفريكو. انا راه قريب يطيب، ملي يكون قريب يطيب راه دار الكرفس، كتزيد واحد شويه ديال الكرفس في الاخر باش يبقى النسمه ديالو يبقى بالريحه ديالو ماشي. وعندنا الشعريه انا راه نسيتها قبيلات ما حطيتهاش. يعني تلوح الشعريه بالنسبه كمية على حسب اللي بغيتي انتي، على حسب الكمية الحريرة اللي عندك. غدير داك السمن، يعطي واحد النكهة رائعة الحريرة. صافي تما غلط، راه قريبة تحيدها. دابا غديري واحد 2 معالق ديال زيت البلدية. هانتوما حريرة مغربية صراحة. انا كنحيد واحد شوية د اللقطات حتى كطيب عاد كنزيد عاوتاني المكونات اللي غادي يبدلو. بحال هنا غادي نزيد الكمون، ندير واحد شوية د الكمون في الاخر باش يبقى بالنكهة ديالو. اللي كتعجبو الكمون حنا ضروري كنديرو هكا شوية في الاخر. وغتزيد دابا شوية ديال الربيع. صافي ملي كدير الكمون والربيع راه تخليه يغلي غير واحد شوية كتسد عليه صافي راه قريبة طيب. كما قلت لكم راه الكمية داكشي الكمية درتها قبيلات وواحد شوية خلاتو لدابا. خليه واحد يغلى غير واحد شوية غتسد عليه. والحرة ديالنا راه هي واجدة صراحة وبنينة. والملحة والشرا ضروري ملي ديرها كتذوقي في الاخر. حريرة كتوجد في مرة بلا ما تعكزي عليها صراحة وكتجي رائعة. وكتعرفي داكشي اللي تيبدي انت براسك نتوما كتشوفوها غير من اللون ديالها راه كتبان حريرة رائعة. هانتوما كتشوفوا دابا راه بعد ما طفات عليها وبردات شوية. نحط لكم باش تشوفوا القوام ديالها رائع صراحة. اللي بغاها خفيفة اللي بغاها ثقيلة، ما انا رجعت هي هذيك، ما خفيفة ما ثقيلة. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وجربوها. الطريقة صراحة راه هانتوما كتشوفوا طريقة سهلة ورائعة. ايوا نتمنى ان شاء الله يتقبل منا الصيام والصلاة العبادة يا ربي، والله يطول العمر الجميع والله يحيينا العوام الجاية ان شاء الله. وبسلامة عليكم وشكرا لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش اللايك والبارطاج، تطلع شوية الفيديو.